يا عم ده في ناس فاكره ان انا بتاع لايفات تيك توك، ما يعرفوش حاجه عن تاريخي. المشكله الناس مش مستوعبه حجم ايه. اقصد ايه بحجم دي؟ يعني حجم موهبتي وحجم العلم اللي موجود عندي وحجم خبرتي. الناس مش مستوعبه كل ده، الناس مش فاهمه ده. طب اعمل ايه؟ افهمهم انا؟ لا حتى لمن تنادي ولا يفهموا ولا حاجه. هو ليه احنا بنتعذب كده عشان نطلع تصنيف معفن ب 20,000 ولا ب 30,000 5000 حتى؟ ليه؟ يا اخي امبارح النهارده ده الصبح انا كنت قاعد كده عمال بفكر مع نفسي، بقول يا دين امي على كميه الظلم اللي انا اتظلمته. في اي مكان في الدنيا الناس والله العظيم بتشجع الانسان اللي عنده موهبه، في اي مكان في الدنيا الناس بتقدر التاريخ وبتقدر اللي ابدع الشيء، بيقدروا اللي ابدع الشيء ده علشان يقدر يطور ويقدر يعمل حاجه احسن بكتير انا بقول لكم النهارده انا عايز اقدم شيء يفيد المجتمع، مش هقدم حاجه غير حاجات تفيد المجتمع. فهقدم حاجات بقى تفيد المجتمع ازاي وانا معيش امكانيات ولا زفت ولا نيله؟ لازم ابني نفسي الاول ولازم اقف على رجلي. مع عنك ما بنيت نفسك، مع عمك ما وقفت. خلاص يا جماعه روحوا ادعموا بنات، يلا روحوا استخدموا النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لكم وادعموا بيها بنات. يلا يا بنات روحوا ادعموا رجاله عندها كاريزما كدابه، كاريزماتهم كلها اصلا فيك، يعني هم مش حقيقيين اصلا، بيدعوا عليكم الشيء وانتوا مصدقينهم زي الهب. روحوا ادعموا الناس اللي ملهاش سعر 2 سعر، روحوا ادعموا الناس دي وسيبوا الناس اللي ليها قيمه بجد. يلا اعملوا كده. انتهيت، ما عنديش كلام تاني اقوله، مش عارف اقول ايه. والله العظيم انا والله انا مش فاهم اصلا. يعني امتى هنشغل المعفنه؟ ربنا كريم كرمنا خلانا بني ادمين ونيجي نقول للناس يا جماعه الخير طب خليكم بقى معانا رجاله، مفيش حد يقدر يشحن، مفيش حد هنا يقدر يعزز لينا بالمال، ممتاز خليكم بقى موجودين معانا يا جماعه الخير. قدروا موهبه الراجل اللي موجود ده اللي بقاله 10 سنين على السوشيال ميديا، كل افكاره اتقلدت ونجحوا بيها. اقفوا معاه يا جماعه وخدوا الموضوع بجديه. بيقول لا خليني اروح اتفرج على شويه الخرفان اللي عماله تدعم البت مش عارف اسمها ايه، خليني اروح مش عارف اشوف اللايف بتاع المشهور اللي مش مشهورك ده اللي انت بتحبه كان ولا حاجه وانا موجود لايف، ولما انا اختفيت هو بقى نجم، مع كل مره اختفيت فيها طلع نجم جديد. انتوا ليه مش مقدرين يا جماعه؟ وتيجي تقول واحد يطلع لي يخش لي عبيط عنده خلل في دماغه يقول لي انت مش مشهور، انت زمان كنت مشهور، في حاجه اسمها كده يهبل؟ ليه بتقيسوا الناس بالشهره مع اننا الحمد لله يعني الشارع يحكم؟ اي مشهور من مشاهيركم لو جه معانا في الشارع محدش هيشوفونا احنا، لان عارفين احنا اللي قلنا كلمه حق، لان احنا الحمد لله. فبس نخلي الاب والام راضيين عنا. انا مستغرب والله العظيم، مش فاهم ليه الناس بتعذبنا كده علشان ينزلوا لنا الدعم.